هذه 5 أشياء لازم تحطها في بالك قبل تقرر الدراسة الماليزية. إذا كنت شخص يدور على خيارات ما بعد التخرج وإنه يستقر في بلد عشان الجنسية أو الإقامة الدائمة أو غيره، فماليزيا للأسف ما تتوفر فيها الخيارات هذه. شوف البوست السابق وتفهم إن شاء الله. الناس طيبين جدا، ولكن هذا يخليهم باردين بزيادة أحيانا. يبغى لك شويتين صبر في التعامل مع الشعب الماليزي. الجو يمكن البعض يعتبرها سلبية أو لا، ولكن زي ما أنت شايف الجو حار طول السنة، أحيانا يبرد إذا في أمطار، والأمطار أغلب السنة. ورابع شيء هو الأكل. شوف، في كثير ناس متعودين عليه أو يقدروا يتعودوا عليه، وفي ناس ما يقدروا يتقبلوه لأنه الأكل الآسيوي مختلف حبتين عن الأكل العربي. لكن الشيء الأكيد هو أنك إذا أكلت من الأكل الماليزي بتوفر كثير في الصرفية حقك. ما أدري إذا هو سلبية ولا لا. خامسا وأخيرا هي اللغة. صحيح إنه اللغة الإنجليزية هي الدارجة واللي تقدر تمشي نفسك فيها في البلد، ولكن ما تتوقع اللغة الإنجليزية بمستوى أمريكي ولا أوروبي، لأنه في النهاية هي لغة ثانوية مش لغتهم الأم أو الأصلية. من ناحية اللغة في التدريس الإنجليزي كويس، ولكن من ناحية التعايش مع الناس أو التخاطب معهم يمكن تلاقي صعوبة شويتين، لأنه الأكسنت حقهم مختلف. عشان كذا